النهارده معانا فيديو جديد ومعانا السماعة دي من شاومي، وهي سماعة مشهورة جدا لأنها بتيجي بسعر مميز جدا وعليها جدل كبير. هنشوف ايه مميزات والعيوب اللي بتيجي بيها السماعة، خصوصا ان فعلا سعرها مميز جدا، واقول لك على السعر في اخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو اكيد ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. يلا بينا نخش في الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوسف عصام. الشاومي ريدمي بادز 4 اكتف. السماعة دي بقى بتيجي من تصميم سيمبل جدا، بسيط، ما فيهوش اي افتكاسات خالص، يعني كلها مط. اكيد طبعا الخامات بتاعتها من البلاستيك وكده، بس زي ما قلت لكم هي مط مش لميع، فالخرابيش مش بتبان فيها خالص، ودي حاجه عجبتني فيها جدا. كمان الملمس بتاعها تحسه يعني ايه، ما مش بيحسسك بالرخص قوي، يعني مش بيحسسك ان هي ايه من البلاستيك. ما فيهاش كده غير كلمه ريدمي من ورا، فالموضوع يعني سيمبل جدا ولكن عاجبني. وكمان هنا مفيش ميداليه ولا اي حاجه. يعني كمان السماعه هنا بتفتح بالشكل التقليدي زي الايربودز عادي، مش بالشكل اللي هي نايمه زي الار 50 اي وكده. فمن الاخر الخامات بتاعتها والتصميم ما عليهوش اي كلمه، يعني حلوه جدا ومش بتدل خالص على سعرها. اما بقى عن الايرفون نفسها، هي حجمها صغير جدا ووزنها خفيف كمان، يعني مش هتحس بيها في ودنك اساسا. طبعا هنا في مايكات للمكالمات، وفي مايكات لعزل الضوضاء وكده، وفي عندك هنا الجلدة لأنها طبعا برضو مش عظم، ف يعني شكلها سيمبل برضو وحجمها صغير، فدي حاجة عجبتني جدا. طيب نخش بقى في التجربة الفعلية على طول كده ونشوف ايه السماعة، ايه الدنيا، التجربة بتاعتها عاملة ازاي، صوتها حلو ولا لأ. بص يا سيدي، انت عندك هنا الصوت مش سيء، يعني مش أسوأ حاجة في الدنيا، صوت عادي مسموع كويس، مش أوطى حاجة. ولكن لا، هنا الصوت واطي شوية، ده حاجة أنا خدت بالي منها جدا، بالأخص عشان أنا كمان كنت لسه بجرب الار 50 اي. للي مش عارف برضو أنا عملت لها فيديو هسيبه لك في الاي اللي هنا، فكنت لسه بجربها، فقاعد بشيل دي واحط دي، فانا واخد بالي قوي من التفاصيل. فلا الار 50 اي كان صوتها اعلى، فدي لا صوتها واطي شويه، وكمان صوتها مكتوم شويه، تحسه كده جاي من بعيد يعني. بس برضو موضوع الجلده بتفرق جدا. يعني انت لو حطيت اللارج او المقاس الكبير، لان طبعا هي بيجي معاها 3 مقاسات، سمول وميديوم ولارج وكده، فلو حطيت المقاس الكبير بتزنق في ودنك اكتر، فبتحس بعزل اكتر وبتحس ان الصوت اقرب. بس انا حاطط دي الميديم، فمش حاسس ان الصوت مجسم قوي، يعني ما فيهوش طبقات، يعني الصوت فقير شويه على قده. دي حاجه انا واخد بالي منها جدا، لان زي ما قلت لكم الار 50 اي كان صوتها كويس جدا، وكمان كان فيه تقدر تكستمايز الصوت شويه وتعلي البيز وكده. دي ما فيهاش اي حاجه، وده اللي هنتكلم عنه برده كمان شويه. يعني الدرايفر هنا 12 مللي، فبرده ما هوش احسن حاجه قوي، ولكن الصوت مش سيء، الصوت طبعا كويس جدا، ولكن مش ممتاز، مش الافضل، ده الاكيد. برضو السماعه دي من اللي شفته كتير، ان كان في ناس كتير قوي بتقول ان هي فيها ليتنسي، فانا موضوع الليتنسي ده بيضايقني جدا، يعني ما ببقاش متقبل، او ما اظنش برضو ان في حد بيبقى متقبل قوي ان السماعه بتاعته يبقى فيها ليتنسي. ما تقوليش انا بسمع بيها بس، ما فيش حاجه اسمها كده. انت السماعه بتاعتك لازم تبقى، لو عايز تشغل فيديوز، لو عايز تتفرج على افلام، لو ايا كان اللي هتعمله، فلازم ما يكونش فيها غلطه. فانا ركزت شويه قوي مع الموضوع ده، وشفت اول جربتها، لا فتحت فيديو كمان لعبت بيها بابجي، فلا ما فيش ليتنسي. استغربت جدا من، رغم ان انا شايف ان الناس كتير بتقول ان هي فيها ليتنسي، بس لا، هي ما فيهاش ليتنسي خالص، ولا في الفيديوز ولا في الالعاب. مع العلم كمان ان انا ما كنتش مفعل الجيم مود اللي هو اصلا بيقلل الليتنسي وبتاع من الابليكيشن بتاعها، ما كنتش مفعله، بس ما كانش فيه ليتنسي خالص، فعشان كده يعني استغربت. في ناس كتيره قوي بتقول لك فيها ليتنسي وبتاع، فلا يا جماعه، السماعه معايا اهي ما فيهاش ليتنسي خالص. وكمان السماعه هنا طبعا مضاده للميه باي بي اكس 4، معيار كويس، ولكن برضو في الاحسن منه. السماعه دي هتلاقيني بتكلم كتير قوي بالمقارنه كمان مع الار 50 اي، زي ما قلت لكم انا لسه مجربها، والاتنين تقريبا سعرهم قريب جدا من بعض. هقول لك سعرها في اخر الفيديو اكيد، استنى معانا كده شويه. قولوا لي لو عايزين نعمل مقارنه بينهم الاتنين، لانهم فعلا الاتنين متشابهين جدا، وسعرهم تقريبا قريب من بعض جدا. نرجع بقى للسماعه بتاعتنا ونشوف تجربه المايك كده عامله ازاي. ماشي، انا بسجل بريدمي بادز 4 اكتف في مكان يعتبر هادي جدا، من غير اي دوشه. المفروض ان انتوا تبقوا سامعيني كويس، فهنشوف برضو مع بعض التجربه عامله ازاي وتبقوا سامعين بنفسكم. المكان هادي جدا، يعني لو انت بتتكلم في التليفون في الشارع وكده كمان الموضوع هيبقى اصعب من كده، وهيبقى فيه دوشه اكتر بكتير. ماشي، زي ما سمعتوا الصوت مش احسن حاجه الحقيقه،
يعني مكالمات لو انت بتهتم قوي بالمكالمات السماعه دي مش ليك، واظن انت هتتعب قوي لان فعلا الفئه السعريه بتاعتها كل السماعات تقريبا مش بتقدم احسن مايك، بس اكيد في افضل من دي لان فعلا انا كنت بجربها في مكان هادي نوعا ما يعتبرش دوشه كمان، مش في الشارع قوي، مش في ميدان عام يعني. والصوت كان برضو تحسه مكتوم شويه، وساعات كان بيبقى الصوت كويس ومره واحده كده يتكتم، ما تفهمش فيه ايه. يعني الصوت يبقى كويس مره واحده تلاقيه كده كتم في اثناء المكالمه، فحاجه غريبه جدا. وكمان في العموم بتحس ان الصوت كده جاي من بعيد. فبصراحه تجربه المايك مش ألذ حاجه خالص، يعني الار 50 اي حتى كان الصوت بتاعها احسن، مع العلم ان الاتنين اصلا مش احسن حاجه لتجربه المكالمات او مش احسن حاجه في المايك، بس حتى الار 50 اي كانت احسن. طيب ماشي، نسيبنا من الكلام ده وتعالى اقول لكم دلوقتي انت التجربه الفعليه انت لابسها تمام، بعيدا بقى عن تجربه الصوت نفسها او السماعات هي مريحه في الودن ولا لا، لان دي اكيد حاجه مهمه جدا وبتهمني. انا واحد بلبس مثلا سماعات لفترات طويله، فدي إيه الدنيا. بص انا لبستها تقريبا كنت بمنتج كده حاجه، فكنت لابسها حوالي 4 5 ساعات، فودني ما كانتش وجعاني، بس انا كنت حاسس ان خلاص اللي هو انا لو لبستها شويه كمان لا ودني هتوجعني، يعني العظمه من بره آه، فاهم هتبتدي تلتهب. فانا ما حسيتش الموضوع ده برضو مع الار 50 اي الصراحه. فهنا الموضوع مش اريح حاجه خالص، ولكن انت اصلا المفروض اللي هو بتلبسها ساعتين 3 مثلا، فخلاص مش هتحس في عادي. انا بقول لك انا لبستها 4 5 ساعات وبرضو ما ودني ما كانتش وجعاني، بس لو زودت شويه لو انت بتمنتج لساعات طويله وكده لا، ولازم تشيلها تريح ودنك شويه بعد كده ترجع تلبسها تاني. ماشي، تعالوا نتكلم برضو شويه عن الاب بقى بتاع السماعه، لان في كلام كتير انا عايز اقوله بصراحه. يعني برضو السماعه دي من شاومي، انا مش عارف عشان هي لو اند مع مخصصين مثلا ان هي يعني ما فيهاش حاجه تقريبا، الاب فاضي والسماعه ما فيهاش اي كاستمايز من اي نوع. يعني انت بتفتح الابليكيشن بتشوف الباتري بتاعت الليفت والرايت والكيس، فدي نقطة كويسة او تمام يعني، ما فيهاش اي مشاكل. ولكن تيجي بقى تشوف بقى الكاستمايز، ما فيش خالص. انت يا باشا دبل تاب تشغل الحاجة، دبل تاب توقفها، شكرا. مفيش حاجة تانية. يعني ازاي؟ يعني انا جيت اشوف، انا قلت اكيد الاب، طب في حاجة، انا قاعد ادور مش لاقي، ما فيهوش حاجة اصلا. لا تقدر تكستمايز اي حاجة من دي، ولا كمان تقدر تعلي مثلا البيز، تفلتر الصوت بشكل ما زي ما كان موجود في الاب بتاع ساوند كور اللي عجبني جدا. ده هنا لا، هنا مفيش اي حاجه، انت ما بتفتح هي الباتري بتاعت الليفت والرايت والكيس والجيم مود، شكرا. مفيش اي حاجه تانية. فحاجه غريبه جدا بصراحه يعني انت هتاخد السماعه كده ستوك، هي كده تلبسها شكرا. مفيش، ما بتقدرش تخصص اي حاجه. ماشي، كفايه الكلام سلبي شويه لان حاسس ان انا زودت شويه في السلبي، بس حقيقي دي التجربه بتاعتي. مش عايزك تقع بصراحه في السماعه، لان فعلا زي ما قلت لك هي الار 50 اي حتى سعرها قريب جدا، فليه تروح تجيب دي؟ بس هنقول الكلام ده كله في اخر الفيديو. ولكن نتكلم عن البطاريه هنا. البطاريه هنا كويسه، يعني ممتازه يعتبر، ما فيهاش اي مشاكل. الشركه بتقول لك ان هي تقعد 28 ساعه شحنه كامله بالكيس، او 5 ساعات بالسماعه نفسها الباتري بتاعتها. فدي ارقام مقبوله كويسه جدا، ما فيهاش اي مشاكل. طبعا بالشحن هنا من تايب سي، فالبطاريه ما فيهاش اي مشاكل. برضو الار 50 البطاريه بتاعتها اكبر شويه، حتى الشركه بتقول ان هي تقعد 30 ساعه، ولكن البطاريه هنا يعني ما فيهاش كلام، هي كويسه عادي. هتقعدك برضو ايه لو انت استخدامك عنيف، آه، حوالي 5 ايام. لو انت استخدامك متوسط تقعد بقى معاك اسبوعين. ف ما فيهاش اي مشاكل يعني. فختاما دلوقتي انت معاك سعر السماعه ده اللي هو كام؟ بص، سعر السماعه ده بيتراوح من 700 ل 800 جنيه، تقريبا نفس سعر الار 50 اي، بس يعني ارخص 50 جنيه 100 جنيه على حسب المكان اللي انت هتجيب منه السماعه. فانت معاك الرقم ده تروح تجيب الشاومي ريدمي بادز 4 اكتيف، ولا تروح تجيب الار 50 اي؟ انا طبعا من رايي ان انت هتروح تجيب الساوند كور ار 50 اي لو انت ما قدامكش غير الاثنين لحد وقت تصوير الفيديو ده. تقريبا الاثنين في السعر ده، هما الاثنين دول بس اللي موجودين. فلا، الار 50 اي احسن كتير، تقريبا احسن منها في كل حاجه تقريبا. ولكن زي ما برضو اللي شاف الفيديو بتاع الار 50 اي اللي انا اتكلمت ان كان فيها حصل مشكله كده غريبه، وكانت ساعات بتحصل كل فتره ولسه بتحصل بس كل فتره كده. فبرضو لو انت شلت الموضوع ده من دماغك، لان انا ما اعرفش هو بيحصل يعني معايا بس ولا مع كل السماعات اللي نازله من الشركه فيها المشكله دي يعني.
ولكن انا ما اتضايقتش خالص، لان أنا زي ما قلت لكم هي بتحصل كل فتره. فلو احنا استبعدنا الموضوع ده، لا الار 50 اي احسن من الشاومي ريدمي بادز 4 اكتيف دي تقريبا في كل حاجه، حتى لو بفرق بسيط. فانت ليه تروح تجيب دي ما دام قدامك الار 50 اي؟ وبرده للي لسه برده محتار، اكيد استنوا بقى مراجعه تفصيليه بين الاثنين، لان السماعتين زي ما قلت لكم هم تقريبا قريبين من بعض جدا في السعر وفي المواصفات، ففي ناس كتيره محتاره. فاكيد ما تنساش تعمل لايكك وسبسكرايبك عشان تستنى وتشوف الفيديو لما ينزل تشوفه اول واحد. وبس كده، هو ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. بس كده، سلام.